بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جات لكم بقى فيديو حلو، فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هنعمل بقى روتين بس بسيط كده في الشقه. ودي طبعا كانت السفندية لقيتها كده قدامي، فلقيتها بتقول لي كليني بقى يا حبيبه، فانا قلت اكلها وانا واقفه. فكان الاولاد سايبينها طبعا وراحوا المدرسه، فقلت بقى اخد روتين كده لفه في الشقه كده بسيطه. هي كده كده اصلا قبل ما انام بظبط الشقه كلها، فهي كل حاجة نظيفة، مش نظيفة ولا حاجة. فطبعا بقى مفيش بقى إلا تنظيف السراير، تطبيق البطاطين دي أخرجها في الشمس. الجو كان حلو، الجو كان حلو جدا كمان، أكننا كنا في الصيف. الشمس حلوة، وأنا مكنتش عايزة أخلص الاستفندية كنت مكسلة أعمل حاجة بصراحة، بس قلت لأ لازم أشجع كده. وطبعا فتحت الكاميرا واشتغلت طبعا. مش كل حاجة عملتها بصراحة قدامكم، لأن أصلا مفيش حاجة كتير. هي شكليات كده كل يوم بعملها الصبح بعد الأولاد ما يمشوا. انما اصلا يعني انا قبل ما انام لازم الشقه تكون متوضبه. فقلت واخد البطاطين دي كده اخرجها في الشمس، اغير بس ملاية السرير واحط ملايات تانية، وافرش بقى دفاية عشان الجو عد يعني. الساعة يعني خلاص جات. كانت الاول الجو مش ساقع قوي، فالوقت بقى الجو عاد بيبرد جدا، فلازم افرش بقى الدفايات على السرير. طبعا اخرج البطاطين دي بقى في البلكونة في الشمس، وانضف بقى السراير كده. طبعا انا عندي القلمة في كل مكان، قلمة الالوان وقلمة ولادي، في كل مكان الاقي قلم على فكرة، قلم استيكة براية كده يعني. هما بيرموا كل حاجة، ومحمد ما شاء الله مظبطهم، بيرموا كل حاجة بتاعتهم، بياخد يلعب بها كمان وبيرميها، لا اللي انا بلم من وراهم يعني. هفرش بقى الميلادي. الميلادي اصلا مش بحبها، انا بحبها عشان هي بسوي على السرير يعني، مش بتسيب السرير وتتزحلق ولا حاجة، لا، بس هي بتعمل صوت كده، بحس انها بتعمل صوت خرفشة كده، فقلت بقى افرشها. يلا بقى، لو لسه بتشوفي قناتي لأول مرة ومش مشتركة معايا، يلا بقى انزلي تحت الفيديو كده اعملي اشتراك بالزرار الأحمر وفعلي الجرس، واضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد من القناة بتاعتي. طبعا المحتوى بتاعي بسيط جدا، مفيش حاجة فيه صعبة أو في حاجة مكلفة، لأ. حتى الأكل اللي بعمله إمكانيات على كل بيت، على قد أي بيت يا جماعة، يعني مش بعمل حاجة غالية ولا بعمل أي حاجة، بعمل العادي الطبيعي يعني. حتى لو في أكلة غالية عملتها أو حاجة، بحاول أنا مش بصورها على أساس في مش كلنا ظروفنا حلوة طبعا، ومش كلنا معانا نقدر نجيب الحاجة الغالية أو كده، لا. طبعا يعني، والحمد لله الحمد لله. تعرفين الدنيا عاملة ازاي دلوقتي، كل حاجة غالية جدا، فلازم نمشي طبعا على قد بيتنا. وطبعا القناة بتاعتي محتوى بسيط جدا، ولو بتشوف أول مرة لسه قناتي، تخش بقى في القناة كده لف فيها، أو أو إيه، في كلمة كده بتتقال بس مش تجولي فيها، وشوف الوصفات وشوف كل حاجة بعملها وهتعجبك إن شاء الله. مش عاملة حاجة مكلفة، وإن شاء الله إن شاء الله الفيديوهات الجاية كلها تبقى وصفات على قد الإيد جدا. فطبعا تعرفين غلاء الأسعار، ف في مثل بيقول لك ايه، لم النعمة تلمك. اه، يعني ما ترميش اي حاجة والكلام ده. المهم ما علينا، يعني خلينا في الفيديو بقى. انا مش لكاك على فكرة، في ناس بتقول انت بتلك كتير في الفيديو بس مش على اليوتيوب بصراحة، ما حدش قالها لي على اليوتيوب، على الفيسبوك. في ناس قالها له على الفيسبوك على فكرة، بطلي لك كتير في الفيديو انا عندي في الفيديو على الفيسبوك صفحتين، هما 3 صفحات. واحدة يعني مش بنزل عليها كتير قافلاها، تعتبر قافلاها، وصفحتين، واحدة بنزل عليها الفيديوهات اللي بتجيلكوا هنا، وواحدة تانية اللي هي الشخصية بنزل عليها مقاطع الليرز. فإن شاء الله أسيب لكم بقى الروابط بتاعة الشخصية، لا أنا أسيب لكم الصفحة التانية اللي هي بتاعة الفيديوهات دي عشان تدخلوا عليها إن شاء الله. عايزاكم بقى تشجعوني هناك زي ما بتشجعوني هنا تشجعوني هناك. طبعا بقى كنت أشغل القرآن.
عندي رودينا ومحمد صحوا من بعد الفجر كده، جابوا أطفال وقعدوا. فرودينا راحت المدرسة ومحمد كان نام. لا، محمد كان تحت مع أبوه. فقلت أما أنزل، أما أشغل بقى القرآن وأغطي أنضفه على السريع كده. أنا بحب الشقة تكون نضيفة الصبح، ومفيش حاجة في المطبخ وكل حاجة نضيفة. بحب بقى كده أجيب فيلم قديم وأعمل كوباية شاي أو شاي بحليب، أي حاجة يعني أشربها، وأقعد أتفرج بقى كده على الفيلم القديم. بحب الفترة بتاعت الصبح دي جدا، هي دي اللي يمكن بكون فاضية فيها شوية. إنما بقى أما ولادي يجوا من المدرسة، طبعا مش بقعد والله خالص. طبعا بقى بهدول الشقة، بنضف ويروحوا الدروس يذاكروا كده. فطبعا عمال أكل ومش عارفة ايه، مبقعدش بقى غير 9 بالليل. بس هو ده يوم كده، يوم معروف يا جماعة، واللي بنبات فيه بنصبح فيه. طبعا الحتت اللي بفرشها دي أصلا كانت نظيفة، فبنضفها كده هي نضيفة على فكرة، كنت غسلها وكنت لسه جايباها عشان أفرشها معاكم. فبس نضفت بقى تنظيفة كده. هفرش كمان الكرسي التاني. كده زي ما انتم شايفين. طبعا أنا جبت المكنسة ومشيت على السجاد كده بالمكنسة. كده بقى الشقة كلها كانت خلصت. وطبعا أوضة النوم بتاعتي كنت نضفتها برضه. عارفين طبعا مش بصورها. فطبعا كده زي ما انتم شايفين، كل يوم الصبح الترويقة دي على طول، كل يوم الصبح بعد ما ولادي يمشوا وجوزي يمشي بروق الترويقة اللي انتم شايفينها دي. ايه رأيكم بقى؟ جدع صح؟ قولي بقى في الكومنتات انا جدع ولا لا. هما سلطان في بعض يا جماعة، يعتبر سلطان في بعض أو صالة كبيرة يعني. لأن أصلا الشقة بتاعتي ما كانش يعتبر فيها انتريه. مكان الانتريه ده كان مطبخ، كان المطبخ والحمام على فكرة. هي تقسيمة البيت كلها كده. ودول كانوا قطان جنب بعض، بس جوزي يعني غير النظام بتاع الشقة. عمل الأوضة دي يعني مطبخ وحمام. وزي ما انتم شايفين كده، دي بقى مقطع عشان الانستا والتويتر والفيسبوك. انا خدته كده زي شورتس كده علشان انزله في اي موقع تاني. لازم اتجول كده على الفيسبوك، لازم اتجول على السوشيال ميديا كلها. تجولوا زي بقى كده، تجولوا زي. طبعا ما عملتش الغدا بقى معاكم. طبعا غدا تقليدي جدا في اي بيت بيعمله، لوبيا ورز وفراخ. وطبعا عامله على قد ما انا وحبيبه بس اللي هناكل. كانت رودينا في الدرس وطبعا بابام في الشغل، فما كانش حد الا انا وحبيبه بس. فقلنا بقى نتغدى. كانت هنا الساعه كانت 3. الساعه كانت هنا 3 او 3 ونص كده. فطبعا اتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم. ومتنسوش بقى في اللايك والشير. شيروا الفيديو يا جماعة عشان الكل يشوف قناتي. فاشوفكم بقى يا حبايب قلبي في فيديو جديد تاني وروتين جديد او وصفة جديدة. واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، واقول لكم مع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا. باي. كنت هنا بقول لكم ده عملنا رز وعملنا فراخ وعملنا لوبيا وعملنا شوربة بس. غدا بسيط طبعا. باي باي يا حبيب قلبي.